في ال30 وفي ال31 و32 سنة، مربوطة ربط في البيت، واللي رابطينهم بطيور. كل ما طارت الحمامة طار عقل البنت، كل ما نزلت الحمامة استقرت، وهلم جرة، هذه تطير وهذه تنزل، وهذه تطير وهذه تنزل، وكل ما ماتت حمامة جابوا الثاني. ودافنينه في الخزان، صابينه صب. اللي ما يخاف الله أعطاهم إياه وقال حطوه في الصبة داخل في الخزان. فتحنا باب الخزان، وأول ما حطيت الملح فيه وبديت أقرأ عند فتحة الخزان، البنت صاحت وانصرعت عندنا، صرعت بجنبي. لولا لطف الله سبحانه وتعالى كان ممكن تؤذي نفسها. علشان ايش طيب؟ عشان وشو؟ عشان توصلوا لشو؟ احرم بنت من الزواج، واحرم اسره كامله، امهم مربوطه في الغرفه، وبنات يدوجون في البيت بدون زواج، والاخ حاير وترك وظيفته، اخوهم اللي قايم عليهم ترك وظيفته، عندهم تعطيل، اشتغل كم شهر وترك الوظيفه، وجالس في البيت على ايجار شقه واحده بس من ابوهم، تاركها لهم يشتغلون على الشقه هذه وياكلون ويشربون. وين حنا يا جماعه الخير؟ وين حنا؟ اذا تزوج الرجال زوجه ثانيه ثم خلف وجاله عيال، بدأوا اذا ما الله اصلحهم بدأوا يخربون على بعضهم. هذه تسحر ذي، وهذه تسحر ذي، وهذه تسحر ذي، وهذه تخرب على ذي، وهذه تبي تشرد ذي، وهذه تبي تطرد ذي. واحده خطبت من شخص ثم ما قبلته، راح سحرها. واحده انخطبت، وهذه قصه حقيقيه، واحده انخطبت من شخص تقدم لها هذا الشخص وما وفق الله سبحانه وتعالى، ما قبلته او اهلها رافضين او زي كذا. اتصل عليها وقال لها فيه هديه ابى اعطيك اياها من باب الذكرى، واعطاها ورقه اظن او ما ادري ايش، وقال لها حطيها تحت المخده بالله لين بكره لا تفتحينها، خليها ذكرى، بكره افتحيها في النهار. وحاط لها سحر، وحطت السحر تحت المخده ونامت عليه، وشافت رؤيا بانها اوذيت فعلا، سحرت بالاسم بالمعلوماتها، واصبحت مسحوره تعطيل. انا قريت عليها، اصبحت الان فوق ال 42 عام. نعم في سحر موروث، وهو من أسوأ انواع السحر الموروث. يسحر الاب والام ثم يورث للابناء، يؤكل عليهم من الحرس ومن خدام السحر بانه اذا ماتت الام ينتقل للبنات، ينتقل للاولاد، يقتلهم واحد ورا الثاني او يمرضهم واحد ورا الثاني. تمسكوا بسورة الفاتحة وآية الكرسي والآية 118 في سورة الأعراف وسورة الصافات وسورة القارعة. اليوم شيء مضحك، شر البلية ما يضحك. يقول لي تكفى والله إنك ناوي تقرأ علينا سورة القارعة. من هو اللي يقوله؟ هذا الملك. شكرا يا نون. هذا الملك يقول تكفى، طالبك والله خلاص اللي تبيه بنسويه. قلت مقابل ايش؟ قال مقابل انك لا تقرأ سورة القارعة. يقول لا تقرأ سورة القارعة. قلت له ليش؟ قال القارعة من اقوى السور في فك السحر، تقرع السحر. خذوا وصيتي، لا يجيني واحد بكره يقول هذه خزعبلات وهذه بدعه وهات الدليل وهذا يسوي لي فيها فلسفه، ولو اقول له وش هي اركان الاسلام ما يعرفها. والله في ناس يتدخلون فيما لا يعنيهم. لو اساله اركان الاسلام وش هو اول ركن في الاسلام، وش الركن الاول في الاسلام ما يعرفه. لو اساله هو هذا اللي يقول لي بدعه، عطنا الركن الاول في اركان الاسلام، يقول ما ادري وش ولا يعرف. بس فالح سمع الناس يقولون دليلك، قال هات دليلك. كل ما لقى جمله موجوده قال هات دليلك.
هات دليلك. دليلي أنا، دليلي من الكتاب والسنة، قرآن قاعد أتلو كتاب الله. طبعا هذول مرضة ومؤذين يقولون إحنا نتعب من كذا ونتعب من كذا ونتعب من كذا. يقول لي تكفى طالبك طلب، لا تقرأ عليه سورة القارعة والزلزلة. يقول في آية أنت قلتها، والله 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 هذا حصل الكلام هذا. يقول لي في آية أنت قاعد تقولها للناس وأنت قرأتها قبل شوي. قلت وش هي؟ قال حاولت إني أنا أحفظها علشان أنا أبغى أصير قوي، أبغى إذا دخلت الإسلام أصير قوي. قلت وش هي؟ طبعا ما يقدر يقرأها، قريتها لي أنا. أول ما قريت عليه قال أيوه هذه هذه. تدرون وش هي الآية هذه؟ أعلمكم. 118 في سورة الأعراف. نعم، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. شوفوا لي وين هذه الآية. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. والآية 118 في سورة الأعراف، في سورة إبراهيم. نعم، استفتحوا في سورة إبراهيم أظنها 37 أما خاب ظني. نعم، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. والآية اللي قلت لكم عليها فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. نعم. قلت له ليش؟ قال لأنك جمعت، مو بنا، أنت قرأت من كتابكم، يقوله لي طبعا هو يهودي، يقول من كتابكم آية فيها شقين قوية جدا، اللي هي فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. كل اللي عملوه من سحر، تعطيل، امراض، قتل، ايا كان نوعه يبطل باذن الله سبحانه وتعالى. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. بعدين فغلبوا هنالك، في كل مكان، في اماكنهم، في اوكارهم. يقول الساحر هو هذا، يقول والله ان الساحر تعبان مريض. قلت ليش؟ قال اتعبوه يقرون عليه ايات، والآية بقول لكم عليها أنا ما راح أتحفظ بشيء. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الآية الثانية يقول لي برضو هذه من ضمن، أنا جلست معه اليوم كل شوي آخذ منه جملة، لأنه هو ساعدني بعد الله سبحانه وتعالى وطلع معي. فتحنا الأماكن اللي فيها السحر واكتشفناه وفكينا بعض الأماكن، ولا زال قدامنا مشوار شوي، لأنه في الخزان ودفن وطيور وشغلة. أسأل الله أن يخارجهم يا حي يا قيوم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هم ايش يقولون عليه؟ يقول فتفت، يقول أنتم فتفتونا. قلت كيف فتفتناكم؟ قال بالآية هذه اللي أنت قاعد تقولها فتفته، هو لهجته كذا. قلت وش؟ قال فتفته. قلت من اللي فتفتك؟ قال الآية هذه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في سورة الفرقان، صححي لي يا ريشة، في سورة الفرقان. نعم في الفرقان، نعم صحيح، 23 في الفرقان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الآية الثانية في سورة ياسين فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. شوفوا الآية اللي بتنفعكم بعد الله سبحانه وتعالى. لا يجيني واحد يقول والله أنا زعلان منهم هذولا، بس كيف أشوفهم؟ في سورة الكهف. نعم فأصبح هشيما تذروه الرياح في سورة الكهف. نعم آسف. في سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقول إذا قريتوا الآية هذه، هو استسلم معي اليوم، استسلم وسلم الحمد لله رب العالمين، يعني بعد جهد. يقول إذا قريتوا الآية هذه سبحان الله العظيم تفصلون بيننا وبينكم، تفصلون بيننا حنا الشياطين وبينكم. ما نستطيع حتى لو كنا متلبسين في الجسد ما نستطيع نؤذيه أو يرمي نفسه أو يحرق نفسه أو يفعل بنفسه أو يرتكب جريمة لا سمح الله. فتمسكوا بالآية هذه في سورة اللي يا نور. نعم هل الشيخ يطلع للبيت يقرأ؟ نعم ادخل على المشرفين.
الآية هذه تمنع وتفصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى بينكم وبين الشياطين.